أبطال أبطال. سيدنا علي رضي الله عنه يقول كتاب السير عنه: كان علي إذا بارز وعلى قط، وإذا عرض قد. يقول لك سيدنا علي لما يبارز حد وينزل بالسيف عليه كده من فوق، كان إذا على قد. ما هو القد؟ القد هو الشق الطولي، تجيب القطع من فوق لتحت. وقدت قميصه من دبر، عملت زليخاء في قميص سيدنا يوسف، قطعته كده، جابته من فوق لتحت كده، ده اسمه قد. فيقول لك سيدنا علي كان إذا بارز ونزل بالسيف قد، يعني يشق خصمه نصين، يديله على دماغه يفلقه. وكان إذا عرض قط، يقطعه نصين بالعرض. يبقى دراعه كان إزاي سيدنا علي؟ قوته كانت عاملة إيه؟ كانوا أبطال يا عم. يا عم ده في غزوة خيبر لما سيدنا علي حاصر يهود خيبر وطال الحصار وصرخ فيهم واقتحموا الحصن. سيدنا علي اقتحم الحصن، فلما اقتحم الحصن، أنا عايزك تشوف دي الله يرضى عليك، شوفها بس. لما اقتحم الحصن سقط ترسه، الدرع اللي سيدنا علي بيتقي به ضربات السيوف في ايديه وقع منه، فدخل في حصن اليهود ومعاه السيف من غير ترس. تدرون بأي شيء تطرس؟ تطرس بباب من أبواب حصن خيبر. شال باب حصن، يعني باب حديد، شاله بإيد واحدة والسيف في إيده التانية، والباب هو الدرع. باب حديد. تقول لي يمكن باب حديد فيه 50 كيلو 20 كيلو. لا، ما سيدنا علي كان عنده أنيميا زي حالتك يا راجل. ده سيدنا أبو رافع الصحابي البطل بعد المعركة بيقول: حاولت مع 8 من الصحابة أن نزحزح الباب عن مكانه فما استطعنا. الله أكبر. يبقى قوة سيدنا علي كانت عاملة إزاي؟ 8 صحابة